5 حاجات تعلمها لابنك عشان يعرف يدير فلوسه من وهو صغير، والحاجات دي 100% هتغير مستقبله. اول حاجه علمه يفرق بين الحاجه والرغبه. قبل ما يشتري لعبه او شوكولاته اساله محتاجها فعلا ولا عايز تشتري وخلاص، وبكده يبدا يتعلم يختار الصح. تاني حاجه اديله مصروف اسبوعي حتى لو بسيط، بلاش يومي، وخليه يوزعه على ايام الاسبوع، ولو خلص قول له بح مفيش تاني عشان تعوده يخط. تالت حاجة هتشتري له حصالتين، واحدة للادخار والتانية للصدقة. بالنسبة لحصالة الادخار اتفق معاه من الأول إن انتوا هتفتحوها كل فترة، كل 6 شهور مثلا أو كل عيد ميلاده، ووعده إنك هتضاعف له المبلغ اللي هتلاقيه جواه. المهم توفي بالوعد فعل وما تضحكش على الواد. وطبعا قبل كل ده لازم تكون متفق معاه لما تفتحوا الحصالة هيشتري إيه. وبالنسبة بقى لحصالة الصدقة فدي بتعلمه إزاي يشارك غيره. رابع حاجة اشركوا في المشتريات، خدوا معاك السوبر ماركت وخليه يقارن الاسعار ويشوف العروض عشان يبدا يعرف قيمه الفلوس. اخر حاجه بقى كن قدوه لابنك، لو شايفك بتحوش وبتصرف بحكمه هيقلدك من غير ما تحس. ومعلومه جانبيه ليكوا كاباء، اولادكم امانه في رقبتكم، بيقلدوكوا في كل حاجه، فكن قدوه.